الو، اشهد ان لا اله الا الو. الله. اهلا اهلا اهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا ست لمياء. اهلا وسهلا بيكي، نورتينا. اهلا اهلا، اشهد ان لا اله الا الله. انا على قدي معلش. لا اتفضلي، انت على راسنا. الله يعليكي ويرضيكي ويكبر بخاطرك ويغفر لك يا حبيبتي الغلابه. ربنا يخليكي يا رب. يا اللي بتسمعي صوت الغلابه، اشهد ان لا اله الا الله. سعادتك. هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر يا ست هاني. حاضر يا ستي. اتفضلي. انا يا استاذتي ولادي علمتهم وصبرت عليهم، وكنت بشيل الميه على راسي في بستله، ما كانش البيت فيه ميه. وصبرت وعشت، ويعلم الله انا يعني استحملت قد ايه. ما بيفتكرونيش بتليفون يا استاذه، وفيهم واحده تزوجت وانا ما اعرفش ان هي اتزوجت. واحده بتقول لي بنتك تنزل تعزيني اللي بره وانت ما تجيش تعزيني. قلت لها يا بنتي هنا. قالت لي جت وسافرت. حتى تليفون يا استاذه لمياء. هم اولادك قد ايه؟ كبار، اربعينات و45. لا يعني عددهم قد ايه؟ اقصد ولاد ولا بنات؟ ثلاثه وفيهم شاب معاق سياده الرئيس الله يبارك له. الله يبارك له عامل لهم قانون 10 لسنه 2018، وعامل له سيادته بتاع ده تكافل وكرامه. ده بس انا اما اموت مصيره هيبقى ايه؟ يعني ما يقدروش على بتليفون. الحنيه فين يا ستي؟ ما يتذكروش ان انا رضعت وشلت وصغرت. يعني هم ما بيسالوش على حضرتك خالص؟ لا. ما بيكلموكيش خالص؟ لا. طب ليه؟ ايه السبب ان هم مقاطعينك كلهم؟ لا، ما كان واحده فيهم تقول لي طب معلش الاكل على النار، طب معلش البت انا جايه تعبانه، البت بنتي. هم ساكنين هنا يعني عايشين هنا في مصر ولا بره؟ عايشين في مصر. وما بيجوش لحضرتك؟ لا يا استاذتنا، لا. ليه كده؟ انا يعني ايه السبب؟ يعني ايه اللي جرى في الدنيا؟ القيامه قربت تقوم، ولا انا اللي مش دريانه، ولا انا اللي مش لاقيه حد يسال عليا كده؟ ما تزعليش يا امي، ربنا يرضيكي. ما انا حامله هم يوم هنزل في القبر. ما فكروش في لحظه سهرت ورضعت وربيت وغسلت واكلت. مش عارفه. حقك علينا كلنا. ربنا يعلي يا سعاده الباشا. حقك علينا يا امي. ربنا يرضيك ويراضي استاذه لمياء. ربنا يخليك يا رب ويرضيك. وحياة باباكي تبقي تكلميني بعد الهوا ورحمة بابا. حاضر. ويغفر لباباكي يا رب. حاضر، عينيا الاثنين. حاضر. شكرا ليكي، شكرا. نورتينا. نورتينا. هو صحيح ايه اللي حاصل اليومين دول؟ احنا تقريبا بقى يوميا في ام بتبكي من شدة اللي ولادها عاملينه فيها، ومن شدة قسوة قلبهم عليها. ليه بقى كده؟ والله وبصي اقول لحضرتك على حاجه. لا، ربنا سبحانه وتعالى لما يغضب على بني ادم في عقوبه غريبه جدا، كتير من الناس ما بياخدش باله منها. يخلي قلبه قاسي وهو متخيل انه مش معاقب. يقول له كم اذنبت ولم تعاقبني، يقول له كم عاقبتك ولم تدري. حاجة تدعو الإنسان تطير الدماغ. يعني متخيلة بني آدم ربنا أصابه بقسوة القلب وفاتح عليه في الدنيا فلوس وكلام زي كده، فهو بيعمل حاجات وحشة كتير ومتخيل إن ربنا ما عاقبوه، لم يعاقبهم. فحديث نفس كده بيقول لربنا كم عصيتك ولم تعاقبني. ربنا كأنه بيقول له كم عاقبتك ولم تدري. قسوة قلبك دي على أحن الناس عليك أكبر عقوبة في الكون. صح. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية.
كأنها عقوبة على معصية ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عارفين يا جماعة من أكتر واحد بعيد عن ربنا؟ القاسي القلب. طبعا ده حديث سيدنا النبي. أبعد الناس عن الله القاسي القلب، لأنه أقرب حد لربنا وأقرب حد للجنة كل سهل هين لين رقيق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاث، منهم إيه؟ رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الله. فتخيل حد عنده أم زي كده ما بيسألش عليها، أنت بتضيع الجنة من إيديك، ده الجنة قدامك مش عايز تدخلها ليه؟ وده أنت الكسبان، براحتك. والله العظيم قسما بمن أحل القسم لا يترد لك في الدنيا قبل الآخرة. هي كان ليها سؤال كمان هم بيقولوا لي عليه، انه هي قلقانه على ابنها المعاق لانه عايش معاها، فهي خايفه ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب، ان لا قدر الله يحصل لها اي حاجه هو مصيره هيكون ايه من غيرها. والله في الجمله في النص كده، شوفي بلدنا حلوه، طبعا بلدنا عظيمه طبعا، وتكافل وكرامه ومرتب لهؤلاء الناس. تحيه كريمه لقياده بلدنا، وهنعدي وهنكمل وهنبقى احسن بلد باذن الله عز وجل. اللهم امين يا رب. باذن الله ربنا سبحانه وتعالى مش هينساه ابدا، وهيهيئ له من يخدمه من اهل الخير، من الطيبين، من الناس المحيطين، من الجيران ومن الصالحين في المكان. والله ربنا ابدا لن يخذله فيه ابدا. فما تقلقيش عليه، ليه ربنا، وربنا يخليكي ليه، وربنا رحيم قوي 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 بينا.